السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله راح نقدم لكم طبق راقي يقدم في المطاعم. نتابع إذن. نحتاج إذن لكويس تاع الدجاج، نحتاج كذلك رز وقطع الفرماج، نحتاج كذلك لحم مفروم مع البصل والشابلور وبيضاء وكذلك الملح والفلفل الأسود فقط. دونك الصورة الفيديو يوضح طريقة العمل. هنا راح نحطوا كويس وحده يعني في البول، ونحطوا عليها لحم مفروم، نزيدوا الروز بالجبن ونغلق بأحكام هكذا. بنفس الطريقة نكملوا العملية إذن حتى نكملوا عدد الكويس. فوالا هكذا، ونغلق كذلك. ما نحتاج لا كيردون، ما نحتاج لا خيط، ما نحتاج والو، يعني الطريقة هذه سهلة ما راحش يتفتحوا. طبعا هنا ما راحش نقدموهم وحدهم هذوك الكيس، راح نديروا لهم الغرنيتير اللي هي حطينا في الزبده يتقلى البصل والملح والفلفل الاسود مع لي شامبينيون، وزدوا حطيت لهم كوريات تاع اللحم المفروم اللي خدمناهم محشيين بالفرماج، وهنا حطيت لهم كريمه سائله حتى يختاروا، وهنا نفرغ هذاك اللحم المفروم اللي حشيتها بهذيك الكوريات تاع الروز الفرماج، ونفرغ والشامبينيون نفرغ عليهم هذيك لاصوص. وهذه هي النتيجه بعد ما حطيتهم في الفرن، زادوا خداو حمرتهم شويه، وهذه هي النتيجه. الطبق يعني ما شاء الله، نتمنى تجربوا. السلام عليكم.